يعني الناس مخلطه بين حاجات في بعضها وملخبطه، ولان في عقل غوغائي سائد وبيحكم ومتحرك. الناس مش واخده بالها من كلمه الوطن. الوطن اهم من اي نادي في مصر، اهم من الاهلي ومن الزمالك ومن الاسماعيلي ومن المصري ومن اي حد في الدنيا. ايوه. وصوره الوطن في العالم اهم برضه من صوره اي نادي اخر او حتى افراد من مصر. لا فض فوق، لا فض فوق. وبالتالي كان يجب الناس تاخد بالها ان نتخانق مع بعض، نتعارك مع بعض، نشتبك مع بعض، نهيب بعض، نتصرف باي طريقه ايا كانت، لكن عندما نكون امام العالم الخارجي علينا ان نحمل علم واحد بس، هو علم مصر، ايا كان لون الفانيله التي نحملها او نرفعها الى اخره. الناس نسيت ده، طب خلاص. وبعدين ده مش نسيت ده بس، بل حاولوا بكل الطرق انهم لا ده احنا كمان ممكن نبوظ الليله ويبقى شكلنا مش يعني شكلنا كلنا وحش. طبعا بنحمد ربنا لانه طبعا حساباتهم خاطئه، لان في حاجه مهمه جدا هم نسيانهم، وانا يعني مش المساله مش شيفونيه او اعتزاز بحاجه او بتاع. عندما يكون الاهلي في مكان فرمانه الميزان موجوده، خلاص رمانه الميزان موجوده، اي حد تاني هيعمل اي حاجه مؤكد انه لن ينجح فيها، لان رمانه الميزان هنا وراها جمهور عريض يستطيع ان يملا جميع المدرجات، يستطيع ان ينجح اي مهرجان في اي مكان في رايي انا على كوكب الارض، اي في اي حته. وهو وقبل ان يكونوا اهلاويه هم مصريين بالدرجه الاولى ووطنهم قبل اي شيء بالدرجه الاولى، وده قولا واحدا وفاصلا. طيب في السياق ده يا استاذ نبيل، انت مش معايا انه ما عادتش الناس بتتابع الكوره للمتعه والاستمتاع حتى بالاداء او بالفرق او بالشغف بتاع اللعبه قد المشاكل وكل التداعيات اللي حاصله حوالين المناخ ده؟ لا ما خلاص، انا عندي حد قلب البتاع، ما بقناش بنلعب. يعني في النهايه الفن والرياضه واشياء اخرى هي فيها قيم، لكن كمان فيها تسليه ومتعه. احنا نسينا هذا الجانب وحولنا كل حاجه الى نوع من الحرب، لان في حد ما يريد ان يقول انا اسف، انا شخصيا لا احب ان اذكر اسم اي نادي اخر وانا بتحدث في قناه الاهلي احتراما لهذا النادي الاخر. صحيح. لكن لا يجوز ان ياتي احد ويقول انا فرنسا وفرنسا، انا الذي قال هذا فقط قامت ثوره وقعته. انا اتي في القرن ال21 ولنادي عمره اكثر من 100 سنه وعنده ملايين بالجماهير ويتحول الى شخص. ثم المشكله بقى عندي كمان ان حتى العقول التي يفترض انها تحسن التفكير وتحسن التدبير والى اخره لا تتحول الى طوع في هذا المضمار وهذا الاطار. ودي مساله انا رايي ان علماء الاجتماع السياسي في مركز البحث العلوم الاجتماعيه والجنائيه محتاجين يدرسوا هذه الظاهره، انها ظاهره خطيره جدا وتشي بان ثم مشكله في العقل الجامعي، في جزء من العقل الجامعي المصري عنده مشكله، مش بس عند جمهور الدرجه الثالثه والمدرجات، لا عند ناس يفترض انها بتحسن التفكير وتحسن التدبير وتحسن القول وتحسن التفكير العلمي المنظم. فده ما حصلش. انا عندي مشكله ان في حد خالف القانون، خد حكم قضائي، ففي فكره المجاراه، يعني بما انه صدر ضده حكم قضائي، طب انا عايز اعمل قرار موازي، عايز اعمل قرار يهدم القرار ده، يعني نقول ان احنا في عدل. فانا اعاقب لاعب على خطا حتى لو كان دون ان استكمل اجراءات التحقيق بشكلها القانوني المتكامل، واعاقبه بطريقه تتجاوز اي منطق في اي مكان على كوكب الارض، يعني ما حصلش في اي حته في العالم. يعني كان يمكن بالمناسبه محمود كرامه كان ممكن يقف مباراتين وتعدي وما يلعبش السوبر وما يحصلش حاجه، لكن لاسباب تتعلق بفكره الانتقام والمكابره. لان انت عايز ايه؟ انا عندي حد اتسجن وهيعزل، طب انا عايز حاجه تسويها، يعني انا عايز عقوبه ايه، يعني ايه تعمل شخلله يعني تبهر يعني. فتصدر العقوبه بهذه الكيفيه. وفي حاجه مهمه جدا في القانون، ان اي عقوبه في القانون لابد لها حيثيات ودلائل وقرائن تبرر هذه العقوبه، ولا تعتمد اي عقوبه في القانون على الراي. ما ينفعش ان انا اقول لك ايه طب انت اديتني 12، طب ما كنت اديتني 12 شهر، طب ما كنت اديتني 12 سنه، طب ما كنت طلبت بشطب اسمي من السجلات. ايه اللي منعك انك تعمل كل ده؟ ايه اللوائح او القواعد التي الزمتك فقط بال 12 مباراه وليس 12 سنه او شطب نهائي او 9 مباريات او غرامه 100 مليون جنيه مش مليون جنيه فقط؟ ايه الحدود التي تحركت فيها القانونيه اللي انت اتحركت فيها ووجدتها مناسبه لحجم الخطا الذي ارتكبه؟ احنا للاسف توصيفك للخطا يعني دائما يا نبيل بيه عندك القول الفصل، بس مشكلتك انك دخلت في اخر الليله. المخرج عمال يقول احنا بنشكرك ونتواصل ان شاء الله. انما عندك القول الفصل وانت اتكلمت في زوايا لم يتعرض لها احد الحقيقه. يعني هو طبعا بما انكم في اخر الليله انا خلصت الجزء المهم في اللي انا كنت عايز اقوله يعني.
شكرا جزيلا ودايما تاتي بالخلاصه. اهلا بيك يا حبيبي، اهلا بيك واهلا بجمهور الاهلي. شكرا جزيلا للاستاذ نبيل عمر الكاتب الصحفي اللي اعتقد وصف المساله في هذا المشهد